ظهور الناس في حياتنا بيبقى ليه رسائل كتيرة أو دروس كتيرة، واحنا كتير بنقعد نركز على فكرة ايه الدرس اللي نتعلمه، الشخص ده درس في حياتي، بس كمان محتاجين نبص على الرسالة. طب ايه الفرق بين الرسالة والدرس؟ الدرس جاي عشان يعلمك حاجة انتي ما كنتيش عارفة تطلعيها من جواكي، الحاجة دي موجودة عندك بس انتي مش عارفة تستخدميها، مش عارفة ان هي موجودة. آه، اللي قدامك شايفها بس انتي مش شايفاها. الرسالة حاجة جديدة، حاجة جديدة مش عندي، حاجة جديدة محتاجة اتعلمها، حاجة جديدة محتاجة اكتسبها من الآخر. ده الفرق ما بين الدرس والرسالة. طيب هنقول كده مع بعض شوية أشكال، يعني أنماط للشخصيات اللي ممكن تكون بتخش في حياتنا، ونشوف الشخصيات دي جاية عشان تقول لنا ايه. لو أنا في علاقة والشخص ده بنحب بعض، وأنا عارفة إن احنا بنحب بعض بس العلاقة ما كملتش لسبب أو لآخر، ايه الرسالة أو ايه الدرس؟ لان ممكن الشخص الواحد يكون جاي يقول لي رساله ودرس. طيب وجود شخص في حياتي بيحبني وانا عارفه ان وانا كمان بحبه، وعارفه متاكده من الحب ده، اول حاجه ان انت تستاهلي المحبه، انت تستاهلي ان انت تتحبي، فحبي نفسك. حبي نفسك صح بدون وجود وسيط. ما تستنيش حبك لنفسك ان هو يجي عن طريق حد. ابدأي حبي نفسك. الشخص ده دخل حياتك عشان يعلمك ازاي تحبي نفسك. حبيتي نفسك وانتي معاه، يلا انتي بقى ايه، كملي. طيب ده اول شخص. الشخص التاني او النمط التاني اللي ممكن يطلع لنا مثلا زي الشخصية المستفزة. انا ليه يطلع لي شخصية مستفزة في حياتي؟ عشان تعلمني ايه؟ عشان تقولي حاجتين. الحاجة الاولانية، في ملفات زمان تجاهلتيها، ما تعاملتيش معاها، فخلت الشخص المستفز ده يجي يقول لك كلمه، فالكلمه دي تولعك، الكلمه دي تخليكي غضبانه. روحي شوفي ملف الطفوله اخباره ايه، الكلمه دي كانت بتقلي فين، الكلمه دي ليه بتنرفزني قوي كده. الحاجه التانية، مهارات جديده اتعلمها، ان اللي يستفزني ازاي الكلمه دي ما عادش تستفزني تاني، ازاي الطريقه دي، ازاي الاسلوب ده يبقى بيعلمني، بيقول لي روحي بصي في ملفات قديمه محتاجه ان انت تفتحيها. وكمان اتعلمي ان الحاجه دي ما عادش تخليكي تستفزي، اتعلمي مهاره جديده، ابداي شوفي الموضوع بزاويه تانية مختلفه. طيب ظهور مثلا الشخصيه السامه. اعرف ازاي ان انا في علاقه سامه، ان انا مش مرتاحه، انا مش انا مش دي حياتي، انا ما كنتش كده، فاعرف ان انا في علاقه سامه. طيب ظهور العلاقه السامه عشان اعمل ايه؟ عشان 3 حاجات. اول حاجه، حدودك اخبارها ايه؟ روحي شوفي حدودك، عارفه تحطي حدودك، عارفه تحطي حدودك مع نفسك، عارفه تحطي حدودك مع الشخص السام ده، عارفه تحطي حدودك مع الاخرين ولا لا؟ فروحي شوفي حدودك. الحاجه التانية، بتعرفي تقولي لا ولا ما بتعرفيش تقولي لا؟ ما بتعرفيش، اتعلمي ازاي تقولي لا. النقطه الثالثه، ان الشخصيه دي جايه عشان تقولي بتعرفي تسيبي، بتعرفي تتخلي، عندك فن التخلي ولا لا؟ بعرف امتى اقول لا ده مؤذي فستوب لحد كده، وابدا اتخلى وابدا ارجع خطوات لورا وابدا ابعد الشخص ده عني، ولا ما بعرفش اعمل كده؟ طيب ايه الرساله من ظهور الشخصيه الداعمه، الشخصيه المحبه، الشخصيه السند، الشخصيه اللي بتدعمني؟ ايه الرساله اللي جايه تقول لي؟ الرساله اللي جايه تقول لي ان انت انسانه تستحقي الحب، تستحقي جواكي طاقه نور، جواكي طاقه عطاء. ابدأي كوني انت بقى شعلة للآخرين، ابدأي اعملي الدور ده مع الآخرين، بس دور متوازن، لأن الشخص اللي جاي يدعمني ده بكل محبة فهو عامل دور متوازن معايا. انا لما اجي اعمله مع حد اكون متوازنه معاه، ما يكونش شخص اعتمادي واقول انا هساعده، ما يكونش شخص متعلق واقول انا هساعده، لا، ابدا اودي العطاء بتاعي لمن يستحقه. فدي الرساله. طيب ظهور الشخصية مثلا زي ايه تاني؟ ايه تاني من انواع الشخصيات اللي ممكن يكون بيظهر لنا في حياتنا؟ الشخصية العابرة. ظهور الشخصية العابرة اللي هي اتعرفنا في حدث ما واتكلمنا وبعد كده خلاص الشخص ده اختفى، الشخص ده ما عادش موجود. ده الرسالة جاية منها تقول لي ايه؟ اخبارك ايه مع التعلق؟ اخبارك ايه مع الفقد؟ بتتعاملي مع ملف الفقد ازاي؟ عندك الفقد ده حاجه صعبه، ما بعرفش اتعامل معاه، ما بعرفش اتخلى. يعني التخلي والفقد هما وجهين لنفس العمله، فبعرف اتعامل مع الفقد، بعرف اتعامل مع التخلي ولا لا؟ فالشخصيه العابره اللي جايه تحط كده رسائل، سواء عابره بايجابيه او عابره بسلبيه، مش دي القصه، بس فكره ان هي شخصيه عابره جايه تقول لي اخبار ملف الفقد معاكي ايه. طيب لو عايزين
افهم الرساله اكتر من الشخص ده، هسال نفسي 5 اسئله. اول سؤال: ايه اول احساس جالي وانا في العلاقه دي او وانا مع الشخص ده؟ وبركز على احساسين: احساس الامان والسكينه. هل انا في العلاقه دي حاسه بامان وسكينه ولا لا؟ طيب الحاجه التانية: ايه الافكار المتكرره اثناء وجودي في العلاقه دي؟ ايه الافكار اللي بتقعد تتكرر عليا وانا موجوده في العلاقه دي؟ منها هعرف الرساله اللي جايه لي ايه، منها هعرف الشخص ده جاي يديني درس ولا جاي يديني رساله. طيب الحاجة التانية: ايه الحاجة اللي بتوجعني وانا في العلاقة دي؟ تجاهل، اهمال، عدم تقدير، استخفاف. ايه الحاجة اللي بتوجعني؟ طيب ايه كمان؟ ايه حصل جوايا غيرني في العلاقة دي؟ انا كنت ايه وبقيت ايه؟ انا كان شكلي عامل ازاي، كانت مشاعري عاملة ازاي، وبقيت دلوقتي شكلي عامل ازاي ومشاعري عاملة ازاي؟ الحاجة الأخيرة: وانا في العلاقة دي اما بروح علاقة تانية بعرف اهدى ولا ما بعرفش اهدى؟ بعرف اهدى لما ببعد عن الشخص ده، بعرف اهدى ولا ما بعرفش اهدى؟ ال5 اسئله دول لما بنجاوب عليها بنفهم، من خلال الاجابه بنفهم ايه الرساله او ايه الدرس اللي الشخص ده جاي عشان يقوله لنا. ده كده كنت يعني بتكلم معاكم عن فكره ان ظهور الناس في حياتنا هي شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل كل شيء بقدر. فظهور اشكال معينه او انماط معينه من الشخصيه في حياتي، فده جاي عشان يديني رساله ودرس. علي ان اقرا الرساله والدرس، وان اسمح بالرحيل للشخص وللتجربه، ان هما يرحلوا، لان انا خلاص خدت المفيد من هذه التجربه. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.